السؤال اللي كيكرر نفسه واللي طرحوه بزاف ديال الاخوان عليا في الميسنجر ولا في الواتساب ولا الاشخاص اللي كيعرفوني، وهو انا عندي جوج ديال القنوات، واش يمكن لي نربطها بحساب ادسنس واحد، او انني كل قناه ندير لها حساب خاص بها ديال الادسنس. هادشي كنتكلم على اليوتيوب. انا غادي نعطيكم واحد النصيحه وغادي نفهمكم الامور بجوج، وانتم غادي يبقى لكم الاختيار داك الساعتين ديروا اللي بغيتوا. هذه كنصيحه. اولا الا عندك جوج قنوات او ثلاثه او 10 القنوات فما كيهمش، يعني يمكن لك تربط بها حساب الادسنس واحد، تربطوا بجميع القنوات. ماشي هذا هو المشكل. المشكل كاين الا كنت انت عندك واحد المحتوى كتعتمد فيه على فيديوهات ديال الناس، او على موسيقى ديال الناس، او على شي حوايج ديال الناس. يعني هذاك الفيديو ديالك ما متاكدش منه 100% بانه ما غاديش يعطيك عليه شي مخالفه اليوتيوب، حيت حنا كنعرفوا الا جاوك ثلاثه المخالفات متابعين فالقناه رحمها الله، وحتى هذاك الادسنس كيطير لك وما غاديش يمكن لك، ما عندكش الحق باش غادي دير ادسنس واحد اخر. واي قناه مرتبطه بداك حساب الادسنس حتى هي غادي تمشي اوتوماتيكمون، حتى هي غادي تمشي. يعني اي حاجه مرتبطه بداك الحساب ديال الادسنس غادي يمشي، وهنا غادي تكون غامرتي واحد المغامره اللي كبيره وخطيره بزاف على راسك. حيث الا كانوا عندك قنوات وكتسترزق منهم الله وانت ضارب عليهم تماره، وفي التالي ربطتهم بحساب ادسنس واحد وطارت لك قناه، فحتى لك القنوات كل شيء غادي يمشي. لذا انا كنصح الناس اللي مثلا كيخدموا بحال هاد المحتويات اللي قلت باللي ما كيعتمدوش على المحتوى ديالهم الاصلي، فمن الاحسن انهم كل قناه يربطوها بحساب ديال الادسنس بوحدو. وإلا كان هذا المحتوى اللي كتقدمه هو محتوى اصلي 100% ما عندكش مناش تخاف، فمن الاحسن انك ربطو بحساب ادسنس واحد. علاش هي من الاحسن تكون حساب واحد ديال الادسنس كتجمع فيه القنوات، حيت داك البركه كتزاد على هاد البركه وكتخرج كل شيء. حيت نتوما كتعرفوا بان اليوتيوب الا ما وصلتيش مثلا ل 800 درهم على اقل تقدير فما غاديش يمكن لك تخرج داك البركه اللي عندك. يعني خصك توصل ل 800 درهم. وهاد 800 درهم في حاله الا كانوا مثلا عندك جوج ديال القنوات، واحد القناه ضربتي فيها غير 600 درهم، ما غاديش يمكن لك تخرج داك 600 درهم حتى الشهر الجاي. ولكن الا كانوا عندك جوج القنوات هذه فيها 600 والاخرى غير 200، فغادي تولي عندك داك 800 درهم وغادي يمكن لك تسحب داك الاموال اللي عندك في الادسنس وغادي توصل بالدفعه ديالك. هذا هو الحل وانتم ديروا اللي بغيتوا. انا حاولت نختصر لكم ونختزل لكم باش الانسان ما يغلطش او انه يريسكي بواحد الحويجات اللي تقاتل عليهم واللي هو متفائل بهم. والله يوفق الجميع، واللي عنده شي اي تساؤل خليه لي في لا كومونتير، وما تنساوش تتابعونا باش توصلوا بمعلومات جد جد هامة ومهمة لصناع المحتوى، سواء على اليوتيوب، سواء على الفيسبوك، أو حتى التيك توك. كان معكم سي مطياش من قناة مدرسة صناع المحتوى. تحياتي.